هكا بديت عندي اهتمام هكا في كوريا، كنتفرج داكشي الافلام والمسلسلات ديالهم، باش ما تقولوش راه صافي كتوصلي لكوريا راه صافي ساليتي صافي راه وصلتي. صحاب لكم راه داكشي كله كان على حياة زمردة ولا عالم زمردة. البنات المهم غادي نبداو. صراحه شوفوا، قلت ندير معايا مكياج ونبدا نعاود لكم هكا شويه باش الفيديو ما يجيش ممل، فهمتوا؟ فنتمنى يكون زوين. ما عرفتش واش نحطو ولا ما نحطوش، حيت اول مره ندير فيديو هاد النوع الفيديوهات، فقلت علاش لا. مهم غادي نبداو دابا. كندير مكياج ونحاول، وخصوصا ما عنديش زعما ما عنديش ما كتبتش هكا سكريبت ولا شي حاجه شنو غنقول ولا شنو فهمتي. قلت داكشي غير من عقلي غادي نبدا ندوي. فمهم اول حاجه ندير مرطب كما كان اي مرطب ديروه. فاش نبدا لكم مثلا انا المهم راه بزاف ماشي بزاف، ولكن من نهار بديت كنحط فيديوهات كيجيوني هكا بعض التعاليق اللي تكررات بزاف، زعما عارفين على راسك عارفين على راسك. واخا درت فيديو تعريفي على راسي زعما سميتي ومنين انا وهذه، وقيلا داكشي ما كانش كافي، فقلت ندير فيديو هكا شويه يكون يكون عليا يعني على حياتي وعامه، فهمتوني؟ بلا ما ندخلوا في تفاصيل اللي كبيره بزاف، اللي ما تدوش على هذه وشعري فازك. حيت يلا دوشت وخرجت باش نوجد راسي، قلت نصور هذا الفيديو. مهم شنو نقول لكم؟ المهم كما كتعرفوني سميتي رابينه ليلى، عمري 26 سنه، مغربيه من مدينه الناظور وعايشه في كوريا الجنوبيه حاليا. فانا بحال كاع الناس، كنت واحد البنت عاديه بحال كاع الناس، في عائله مغربيه بسيطه عاديه عايشين حياه. المهم دابا درت هذا اكرو. المهم انا نقول لكم، انا الصراحه نقدر نعاود لكم من الفتره اللي انا صراحه كنت قولوا 2017 2018 كنت هكا في سيزيام اني غادي نطلع للباك. ديك الفتره الصراحه كنت واحد الانسانه اللي ما عارفاش، غير عايشه ما عارفاش راسي فين انا، بحال التلفه، فهمتوني؟ واحد البنت اللي تالفه مع راسها. مهم واحد البنت اللي ما تيقش في راسها وغير غاديه وكنحشم بزاف المهم بحال هكا يعني. صافي المهم جات واحد الفتره، المهم انا ديك الفتره صافي انقطعت على الدراسه، ما زدتش الباك. المهم هذيك قصه بوحدها، هذيك صافي انقطعت على الدراسه شي نقدر نقول لكم 4 سنين ولا اكثر عاد. انا باش هزيت البكالوريا ديالي الله رديتها في 2021 بكالوريا حره، هذيك اللي درت. وفي ديك الفتره كامله اللي كنت جالسه فيها بقيت غير جالسه في الدار، صافي بقيت كنجرب شحال من الحاجات. مره نمشي نتعلم ندير هكا كم عارفين في المدارس اللي كتهزي دبلومات مثلا ديال ماشي التجميل كي سميتو، مثلا دبلومات ديال الخياطه، ولا جربت عاود داكشي ديال الكوافوره وداكشي راكم عارفين. جربت داكشي زيد. المهم كل مره نجرب شي حاجه، اي حاجه كنبدا فيها ما كنكملهاش، فهمتوا؟ انت كتبغي تلقاي راسك، ولكن كتلقاي كاع داكشي اللي كديري ما كتحسيش براسك كديري شي حاجه اللي انت ما عرفتش. المهم انا كنت ديك الفتره كنت هكا ما عرفتش واش تالفه، واش ما عارفاش شنو باغا، واش بحال هكا. صافي مره كل عام نبدا حاجه، نبدا فيها، من بعد نسمح صافي نرجع لنفس الروتين، نجلس في الدار وهكا وداك الشيء راكم عارفين بحال هكا ياك زيد. المهم بقيت هكاك، وتخيلوا من 2017 يمكن، المهم انا ما عنديش التواريخ بالضبط، ولكن قولوا 2017 2018 هنا فين 2017 اللي فين قطعت على الدراسه الا كيما عقلان. صافي ايوا تخيلوا من تما حتى 2021 عاد هزيت الباك. ايوا ديك الفتره كامله كل عام نفكر ندير هذه كنبدا في الحاجه وما كنكملش فيها. صافي حيت ما عرفتش ما كتلقايش راسك وصافي.
ونقدر نقول لكم هذيك هي نفس الفتره اللي كنت هكا بديت عندي اهتمام هكا في كوريا، كنتفرج داكشي الافلام والمسلسلات ديالهم مهم الاغاني وداكشي. يعني بديت كنتعرف اكثر، كنتفرج هكا في يوتيوب الناس اللي عايشين هنا يمكن، ومهم بزاف د الحاجات. انا من الناس اللي كنت الانترنت كنبقى ندخل نبحث في شحال من حاجه، نتفرج في شحال من حاجه. صافي نقدر نقول لكم في ديك المده كان عندي بدا عندي الاهتمام يعني اكثر هكا بكوريا والثقافه والناس اللي عايشين هنا. كنتفرج هكا كنستمتع في داك الشيء. صافي وبدا داك الاهتمام كيكبر عندي شويه شويه شويه. المهم انا في ديك الفتره كامله وانا هكا حتى 2019 يمكن 2019 خدمت تما فين خدمت. وقبل منها كنت خدمت هكا، عاود لقيت خدمه مثلا جربت نخدم هكا في واحد الراوض. من بعد جات 2019 عاود تاني جاتني خدمه هكا في واحد كلينيك هكا، خدمت تما تقريبا عام. صافي تقريبا عام 2019 ما جاي يوصل 2021 تقريبا كنت انا صافي يعني ما كملتش العام، قولوا عام ولا تقريبا عام اللي خدمت في ديك الكلينيك. صافي وفاش حبست ديك الكلينيك صافي موراها جاني داك بغيت ندير البكالوريا حورة، حيت صافي ديك الساعه كان هاد السنوات كاملين اللي كنت ضايعه فيهم، مره ندير هادي مره ندير هادي صافي. ولكن في نفس الوقت كان كيبدا عندي داكشي اللي في راسي، شنو باغا شنو هادي كيبدا عندي يعني كيبان عندي الهدف اللي عندي وشنو باغا ندير، فهمتوا داكشي بدا كيوضح ليا في راسي، كنعرف راسي كتر شنو باغا وداكشي. صافي فاش كندير الباك كنت صافي قررت ندفع الباك. وقبل الباك كنت اصلا بديت في الدار هكا كنتعلم الكوريه وداكشي، بديتها غير بوحدي في الدار. ديك الساعه كنت مهتمه يعني لاقصى درجه تما فين صافي كنت زعما ندخلها لراسي بزاف كتر. بديت كنتعلم هكا في الوقت اللي كان خاوي، كنتعلم الكوريه. الصراحه تعلمتها غير بوحدي في الدار قبل ما نجي لكوريا نقراها. دابا انا ما كندويش لكوريا، ولكن قبل ما نجي لكوريا نقراها وكنت اصلا عارفه نقراها، عارفه نكتبها، عارفه بزاف ديال الكلمات، بزاف ديال شويه ديال الحوار، فهمتوا؟ وغير بوحدي يعني في الدار. صافي ديك الساعه بقيت درتها في راسي الكوريا وانا صافي ديك الفتره انا عندي في راسي عندي صافي داك الهدف باغا نجي لكوريا مثلا. صافي كان برزتني في راسي فهمتوا كنبحث كندير. واخا بنادم كتقول لي راه مستحيل، واش فهمتوا راه ماشي شي حاجه اللي سهله. طبعا ماشي لكاع الناس، كاين اللي غتجيه سهله وكاين احنا ما نهضروش على الناس اللي ميسرين ماديا وكل شيء، يعني باي حاجه غادي يجيو بسهوله، فهمتوا؟ ولكن حنا كتفكري بزاف د الحاجات، طرق باش تجي مثلا تجي قرايه غادي خصك شي فلوس، غادي خصك فلوس في البنكه حيت كيطلبوا فلوس. المهم بزاف د العراقيل اللي الناس اللي هكا شويه يعني عاديين متوسطين غادي يقدر يلقاو مشاكل، يعني شي مشاكل. المهم غتلقاو عراقيل وكاين يعني غادي تجيك صعيبه، كتشوفي شي حاجه بغيتيها ولكن كتقولي راه ماشي بديك السهوله غادي تجيني، فهمتي؟ كتحلمي مع راسك ياك، ولكن كتقولي راه ممكن لا. وكاين انا في ديك الفتره كنت صافي كنت انا وصلت لواحد المرحله بقيت فاش كندير شي حاجه في راسي صافي فاش كندير شي حاجه في راسي كتجيني راه وصلت ليها صافي انا كملت. واخا انا غير كنحلم مع راسي ياك الحلمه فابور وحلموا مع راسكم، ماشي تحلمي وصافي تقولي راه غادي ينزل عليا الوحي من هكا من عند الله. صافي بنادم راه خصو يجرب يدير المحاولات هذه وهذه والكمال على الله. المهم انا ديك الساعه صافي اصلا ماما في الدار كنت محمقاها بالهضره، وانا صافي راني عايشه لهي ودايره هكا ودا، فهمتوا؟ انا من هاد النوع. فاش نقول لكم واحد الحاجه بما انه كنهضر على هاد الشيء، راه بما انه جبت هاد الموضوع، هاد الشيء الصراحه عن تجربه والله الا كيصدق. شفتوا الناس اللي كيقولوا لكم داكشي ديال غادي تجيب داكشي اللي كتفكروا فيه غادي تجذبوه، داكشي ديال الطاقه الايجابيه وداكشي، والله الا داكشي كاين. عرفتوا يعني راه كنت وصلت لواحد المرحله صافي هكا كنتخيل راسي
انا في كوريا كنت مشى في الشارع لكوريا، دخلت الحوانت كوريا. داكشي كنتخيلو المخيله ديالي، داكشي كنتخيلو كانه وقع بصح. وحتى داك الشعور كتحسي بداك الاحساس، كتحسي باحاسيس حقيقيه بحال داكشي راه واقع. هو داكشي كامل غير في مخيله ديالك مع راسك. انا كانت فيا هاد القضيه بزاف، فماشي غير على كوريا، في بزاف د الحاجات اللي مثلا كنت كنتمناهم ولا من الاهداف ديالي مثلا بحال هكا، فصدقت لي في شي حاجات الصراحه. وحتى في كوريا مثلا هكا، فهمتي ديك الساعه الله سبحان الله كيسر لك في الحاجه. واخا كنقولوا راه غير كتحلمي، ولكن زعما عنده واحد التاثير الصراحه. هذاك الشيء ديال كتبقاي مثلا كتبقاي كتخيلي داكشي في مخيله ديالك، بحال راك واقع، بحال وصلتي له، بحال انت دزتي داكشي، فهمتي؟ لدرجه انه صافي انا كنت كنحس كاع الاحاسيس فاش جيت لكوريا، دوك الاحاسيس اللي خصني نحس بهم صراحه ما حسيتش بهم لديك الدرجه. ما حسيتش بداك الشعور اول مره تمشي للمطار، اول مره تركبي الطياره، اول مره توصلي لكوريا، فهمتوا؟ حيت ما عرفتش حتى انا براسي، استغربت من راسي، قلت ما عرفتش. ولكن فاش كنت هكا قبل ما نجي لكوريا مع راسي هكا كنتخيل، حسيت دوك الشعور اكثر من انه في الواقع فاش جيت لكوريا وفاش جيت للمطار اول مره وفاش انا براسي تصدمت في هذه القضيه هذه. ولكن فاش كنت في المغرب هكا نكون غير ناعسه وكنتخيل مع راسي، عرفتو قلبي والاحاسيس هكا حقيقيا بحال داك الشيء راه واقع ديال بصح. فوالله الا هذا الشيء عن تجربه ولحد الان هكا، فاش كنتمنى شي حاجه ولا الامنيات الاحلام، ماشي الاحلام يعني الاهداف ديالك، كتبقى تخيليهم كانهم وقعوا. دائما ديما خص يكون عندك هنا، يعني يبقاو في البال، يبقاو في الذاكره ديالك، وتبقاي تستحضري دوك التخيلات في ديك الحاجه اللي الهدف ديالك ولا شي حاجه باغا ديريها. هكا خصك ما تبقايش تنسايها، تبقى عندك في الدماغ، وديما كتخيلي. واخا في ديك الساعه صعيب عليك تحققيها ولا شي حاجه، ولكن تبقاي يعني بقاي تخليها في راسك. ومع الوقت انت كديري محاولات، كتجربي هكا محاولات، ما تصدقش هذه، فهمتوا؟ حتى يسر لك الله. المهم انت ماشي دغيا صافي تحيدي داكشي من راسك، ما صدقتش شي حاجه صافي تقولي صافي انا هادشي راه ما يصدق لي صافي تسمحي فيها. يعني حتى انا براسي يعني وقعوا لي هكا حاجات في الاول، مثلا يعني في الوراق وداكشي ما كتلقيش اللي يعاونك في الوراق. حيت انا وقع لي واحد المشكل قبل ما ندفع يعني نجي لكوريا، كان فهمتو كان خاص شي واحد اللي يضمنك، ومهم بحال هكا هاد النوع ديال المشاكل والفلوس وبزاف د الحاجات. ولكن الله ديما، الله سبحان الله ديما كيدير لك فاش شي حاجه راه كتكتب لك، ديما كيدير لك الاسباب وكيجيو لك الحلول. المهم انا ما استسلمتش، واخا كنبكي وكان فاش هكا ما كتصدقليش الحاجه صافي كنتعصب وكنولي حالتي حال يعني مغوبشه، وما كنهضر ما كناكل. انا من هاد النوع سبحان الله، شي حاجه اللي خايبه، ولكن انا هكا وصافي، فهمتوا؟ داك الغضب كيبقى فيا يعني من الداخل. وكان كنهجرها على راسي وعلى اللي عايشين معايا. زعما انا من هاد النوع الصراحه، زعما هادي شي حاجه اللي خايبه بزاف. المهم وصلت لكم فاش كنت كنقرا الكوريه صافي، ودفعت الباك باش ندوزو في 2021 صافي. تخيلوا الباك، دفعت الباك وانا ما وجدت ما والو. تبقات سيمانه اللي بقات، سيمانه وما عقلتش، سيمانه ولا 15 يوم ما عقلتش بحال هكا. هذيك الفتره هي فاش وجدت، بقيت ما كنعش، كنقلل كامل صراحه. ما كنحفظش في الصباح، كنبقى حتى العشيه عاد كنبدا الحفاظه. ايوا حتى الصباح بقيت هكاك حتى وصل نهار الامتحان ونجحت. من اول امتحان نجحت، واخا ماشي معدل شي كبير، ولكن مهم نجحت. ديت داك الباك صافي، حيت داك الباك درتو في راسي. شوفوا راه 4 سنين باش قطعت الدراسه، وحيت ديك الوقت ما كانش عندي شي هدف، ما كانش مهم، ما عرفتش شنو مالي مع راسي. انا ما كنتش هي هذيك اصلا، دابا مانيش هي هذيك، عرفتوا انا راه شويه ماشي نورمال، فهمتوا؟ ايوا صافي دفعت الباك، بقيت كنتسنى. صافي خرجت النتيجه والحمد لله
نجحت. ولكن ديك الفرحة كانت شوية ناقصة، حيت الصراحة في ديك الفترة وقعت شي حاجة اللي ماشي زوينة. صاف كتهرسك عاود واحد الفترة عاود جديدة. شوفي انتي 4 سنين ولا اكتر من نهار انقطعت وانا في اصلا في ديك الحياة بحال هكاك، صنتو غير عايشة هكا. ما كل مرة كتجربي شي حاجة انتي ما باغاهاش صافي كتبقاي غير غادا مع الوقت، وصافي كتجي الخدمة خدمت ديك الخدمة صافي موراها بقى عندي داك الهدف، انا باغا نمشي كوريا باغا نمشي كوريا صافي. وكانت الخطوة الاولى باش انني نمشي كان خاصني ندفع البكالوريا، حيت ضروري اي حاجه بغيتي ديرها غادي خصك البكالوريا، سواء الدراسه سواء اي حاجه. اكثر هي الدراسه، حيت انا كانت الطريقه الاكثر اللي باش نقدر نجيبها هي الدراسه، ماشي غير انا اي واحد. فصافي ديك الساعه دفعت الباك، ديت الباك. ايوا موراها عاوتاني كتبقاي بقيت تشوفي كيفاش ديري. المهم انا ديك المده كامله شويه نفسيه ما كانتش مزيانه. صراحه ديك الفتره مور الباك فاش ديت الباك عاود دزت لواحد المرحله جديده يعني. المهم مرضت يعني مرضت سواء نفسيا اكثريا نفسيا، وداكشي كيأثر عليك في جميع النواحي. تقريبا فهمتوا بقيت مده طويله وانا في ديك المرحله. عاد صافي واخا هكا كان في ديك الحاله داك الشيء زادني اكثر باغا نجي لكوريا اكثر، حيت علاش بقيت كنحس براسي ديك البلاصه انا فيها. فهمتوا داك الشيء مرضت صافي مرضت تما في ديك البلاصه، وكتحسي باغا غير تخرجي من تما. ما عرفتش، هذا هو الاحساس اللي كان كيجيني في ديك الفتره يعني. المهم سبحان الله كيعنيش انه انتي راه بلاصه عزيزه عليك تما مع عائلتك وكل شيء، ولكن صافي انا وصلت لديك المرحله يعني كنشوف فراسي في شكل غير كنضيع وصافي يعني وصلت لواحد المرحله اللي النفسيه ديالي صافي ما كانتش مزيانه يعني. بدا كيجيني داكشي ديال النوبات الهلع، وانا فهمتوا داكشي جاني في خطره يعني. داكشي انا براسي واحد النهار كنت زعما وصل هكا الليل وصافي بقات جاتني الخنقه يعني. وهذه زعما شي حاجه تجيك على غفله، وبنادم ما عندوش تجربه في هذا الشيء ما كتعرفيش مالك. صافي كتقولي راه كنموت وصافي يعني كتجيك كتحسي بشي حاجه وحله لك هنايا، وصافي النفس ديالك كيمشي سبحان الله. وداك الشيء جا في وقت ديال كورونا والروينه، ولا فاش تمشي للسبيطارات الروينه وفين ما مشيتي غادي يقولوا لك فيك كورونا، حيت اي حاجه يقول لك كورونا. مع ديك الوقت كان كورونا الا خرجوا لك حلاقم ولا الرواح ولا اي حاجه فيك يقول لك راه فيك كورونا. وانا ما فياش كورونا، انا عارفه راسي ديك الساعه يعني. داكشي كله كان نفسيا فهمتوا. وبدا ليا بحال هكاك، ولكن بنادم ما كيكونش عارف. من بعد عاد استوعبت يعني. من بعد مشيت دوزت بزاف د الحاجات صافي. كنت ما كنقدرش نعس بالليل، كندير وساده هكا مثلا كنتكى عليها حيت كنتخنق، ولا على غفله يجيني داكشي كان هكا مثلا كنتخنق وصافي كيبقاو الدموع ينزلوا وكتعرفيش علاش. خصكي صافي كنبغي هكا غير نتنفس، كنطلع للسطح ولا نخرج عند الباب. داكشي كيجيك على غفله صافي كتحسي يعني كتحسي راك كتموتي فهمتي. راه صعيبه الصراحه، الناس اللي ما جربوش هاد القضيه هذه شويه صعيبه. صافي بقيت هكا كنبحث. واخا المشكل اللي كان صافي ديك الساعه كان المشكل اللي كان عندي مشكل ديال مثلا الجامعات في كوريا. اغلبيه الجامعات الا بغيتي تجي كيطلبوا لك الضمانه، يعني شي واحد يدير لك الضمانه انه اغلبيه الوالدين فهمتوا يديروا لك الضمانه باش زعما هما مكلفين بيك ضمانه انه شهاده الخدمه وشحال كيدخل في العام فهمتوني، باش كيضمنوا انه راه كاين الشخص اللي غادي يصرف عليك فاش غتكوني نتيا هنايا. وانا هذيك هي المشكله اللي لقيت في ديك الفتره. المهم حاولت هكا نلقى الحل، ولكن مع الاسف ما كاينش حل، كاينش اللي يعاونك. واخا المهم بلا ما نهضروا في داكشي يعني راكي عارفه الا شي حاجه ما درتيهاش في راسك عمرك ما تسنى شي واحد يدير لك شي حاجه. صافي عمرك ما تسنى شي واحد يدير لك شي حاجه. ما تعوليش على الناس
حتى شي حاجه. هذه بعدا تعلمتها في ديك الوقت، صافي ديك الساعه جاتني الحاله تعصبت، ومهم كتجيني الحاله، انا كنت عارفين فاش كتعكس شي حاجه هذيك هي حالتي كتجيني. صافي واخا هكاك ما استسلمتش، عايشه حياتي، ولكن انا داكشي كيكون باقي في دماغي مازال. بقيت مده داز على داكشي شي عام ولا عام تقريبا عامين عاد جيت انا لكوريا. يعني واخا هاد العراقيل ماشي راه غير جيت درت فراسي باغا نجي كوريا، صافي طق جيت وصلت لكوريا. راه داكشي فيه مراحل، كتجربي ما كديريش، مرة تخرج لك هادي في الاول راه غير كتحلمي مع راسك ما كتطبقيش، ولكن فاش كتبان لك الفرص كتحاولي تطبقي، ولكن هادي ما تصدقلكش، كتكون ناقصك هادي. راكم عارفين ماشي شي حاجه اللي سهله، خصوصا الناس اللي يعني مهم عامه. صافي هذاك هو. بقيت هكاك، واخا هكاك ما ناسياش انا بقيت مده وانا كنقلب. كل مره هكا كنجي نجبد بيسي نبقى نقلب على الجامعات والروينه، فهمتوا داكشي انا في عقلي ما نسيتوش. حتى واحد النهار لقيت الجامعه اللي ما كيطلبوش الضمانه ديال الوالدين، فهمتوا ما كيطلبوش الضمانه ديال الوالدين. ديك الساعه بانت لي هذه فرصه اخرى، وصافي بانت لي الفرصه، يعني هذيك هي الفرصه ديالي، حيت هذاك هو المشكل الاكبر اللي كان عندي في ديك الساعه. ايوا داك الشيء كان عندي، داك المشكل، وكان عندي مشكل ديال الفلوس. راه ماشي صحاب لكم الفلوس راه كانوا واجدين، راه حتى الفلوس سبحان الله ما كانوش عندي الفلوس اللي خاصني كاملين، ولكن سبحان الله جاو الفلوس من عند الله بواحد الطريقه اللي مهم ما كتكونيش عواله عليها، فهمتي. جاو الفلوس اللي ديال ماما ماشي ديالي، ولكن عرفاتني باغا وهذا الشيء باغا نجي وكل شيء ومحتاجاها بشحال، فعاونتني هي بدوك الفلوس. يعني تقريبا المبلغ جا هو هذاك المبلغ اللي كنا محتاجينه، هو اللي جا في داك الوقت. يعني جا قد بحال تصيفت على ود داك الشيء سبحان الله. فديما سبحان الله ديما واخا كيوقعوا التعكسات وهذه، يعني ما الايمان في الله ديما كيبقى اكثر، وديما عولوا انه راه الله غادي يدير لكم الطريق، غيدير لكم الطريق. خصوصا الا بقيتو مشبتين بديك الحاجه وبصح بغيتوها، يعني كتحاولوا فهمتوا كتحاولوا كديروا اي حاجه باش توصلوا لديك الحاجه. هذيك الساعه بديت دفعت لديك الجامعه، ورا ماشي غير ديك الجامعه، راه كنت كنصيفط للجامعات وحده جوج ثلاثه، عرفتوا شحال الا دخلت الايميل ديالي هكا الجامعات اللي كيصيفطوا لي كيجاوبوني كنلقى مشكل في هذه حتى لقيت ديك الجامعه صيفط ليهم داكشي كان هو هذاك. صافي واخا من بعد واخا تهنيت من ديك الضمانه، صافي طلبوا لي غير خص طلبوا لي انا الشهاده ديال العمل ديالي، زعما على اساس انه خدامه، فهمتوا. المهم ما صعيباش لديك الدرجه ديال الضمانه الا ما كانش عندك شي واحد يدير لك الضمانه. الا كنتي لراسك زعما خدامه تقدري ديريها، ولا واخا تمشي تخدمي في شي حاجه غير باش على ديك الشهاده، صافي فهمتوا. المهم هادشي اللي درت، صافي بقيت كندفع ديك الجامعه، كنوجد الوراق باش نصيفط ليهم وهادي. صافي ديك الساعه بان الامل، بان داكشي كتر، فهمتوا داكشي بدا كيقرب كيولي بصح. ايوا هذيك هي الطريقه باش جيت انا لكوريا، يعني دفعت لديك الجامعه، صافي صدقوا ليا وهادي وجيت. مهم فهذه هي انا. بزاف بعض البنات كيسولوني عارفين على راسك وهذه، يعني ما عرفتش شنو باغيين تعرفوا بالضبط، فانا حاولت نعاود لكم عليا قبل ما نجي كوريا شنو زعما حياتي عاديه، كيفاش كنت قبل ما نجي كوريا وكيفاش جيت، فهمتوا. فهادشي اللي درت وهادشي اللي كنت عايشه به، هادشي كيف كنت عايشه زعما بحال اي بنت. اغلب الوقت كنت مدوزه في الدار. واحد الفتره خرجت من الدراسه، يعني صافي بقيت غير عايشه. ولكن الحمد لله باش كديري محاولات وكيكون عندك شويه الامل في الله، كيكون عندك الامل في الله وفي راسك،
كتكوني طايقه في راسك داكشي باغا ديريه، يعني شي حاجه اللي زوينه وفي مصلحتك وماشي كديري شي حاجه اللي خايبه. ف الله كيسهل فيها، واخا كدوزي شويه من الصعوبات والعراقيل هادو كاملين. دوك الصعوبات والعراقيل اللي كندوزو منهم راه كلهم غير تجارب اللي هما اللي كيوصلونا لداكشي اللي حنا فيه. هما اللي كيقويو شخصيتك، هما اللي كيبدلوا فيك بزاف د الحاجات. ترى انا كيف كنت فاش كنشوف راسي كيف كنت قبل ما نقطع الدراسه، قلت لكم من الباك، راه كنت واحد بنادم ماشي تغيرت انا، هي يعني شخصيتي وداكشي، ولكن كتكون مثلا بنادم كيكون شخصيته ناقصه، ما عندوش الثقه في راسو، كيحشم بزاف من ابسط الحاجات. فهمتوا؟ راه شي حاجات راه كيأثروا على حياتك بزاف، حنا ما كنكونوش رادين ليهم البال، خصوصا في المحيط اللي كتكون انت عايشه فيه. ما كاينش معاك الناس اللي هكا واعيين عليك، ولا زعما ما كتلقايش شي واحد اللي انت تعلمي منه شي حاجه، ولا فهمتوا؟ خصوصا انا بعدا ما كنتش كنشوف، ما كانش داير بيا نهائيا هكا شي واحد اللي تشوفيه يعطيك هكا كما كنقولوا، يعطيك فهمتوا؟ فاش كتشوف شي واحد هكا داير شي حاجه وكي شخصيته قويه، الناس هكا كتاخدي منه ماشي قدوه، ولكن فهمتي كتولي حسن، حيت الناس دايرين بك، الناس زوينين، الناس واصلين، الناس دايرين، الناس تفكيرهم شويه فهمتوا زوين. الماسكارا نشفت ليا دغيا. هادشي اللي قلت لكم البنات مهم، اهم حاجه في هادشي كامل هو بزاف البنات، نعرف بزاف البنات اللي باغيين يجيو كوريا اولا اي حاجه باغي ديريها في حياتك، ماشي ضروري يكون عندها علاقه بكوريا. فهمتوني؟ ماشي ضروري يكون عندها علاقه بكوريا، غير باش تعرفوا. بقاي شاده في داكشي. و المهم غندير هذا ديال كليو اللي كنت شريته ووريته لكم واحد النهار، ما عرفتش واش زوين. والله ما كنعرف نعكر، زوين نيود صراحه، زوين. غادي نخليه هكا نيود ونزيد معاه التانت في الوسط باش يعطي شويه اللون. فالبنات مهم بقيت كندوي وانا الصراحه ما قيدتش زعما شنو نقول ولا هكا علاش نهضر. فوالله ما عرفت، حيت هذه اول فيديو ليا كنعاود فيه شي حاجه، ما عنديش اول تجربه ليا، ف غير قبلوا عليا واخا ما كانت الهضره ناقصه ولا ماشي هي هذيك. فانا حاولت غير باش نعرفكم عليا كيفاش جيت لكوريا وكيفاش كنت انا قبل ما نكون في كوريا، باش حيت بزاف الناس هكا، بزاف الناس كيكون عندهم نفس الهدف ديالك. مثلا بزاف الناس يبغيو يجيو كوريا، اولا بزاف الناس عندهم اهداف ديالك، اهداف اخرين، كل واحد والاهداف ديالو والاحلام ديالو، غير باش بنادم كياخذ فكره، حيت راه ماشي اي واحد كيلقاها بسهوله ولا يعني كيديرها بالسهل. فهمتوا؟ كاين الناس اللي ميسر عليهم ما خصهمش واي حاجه يقدروا يديروها بسهوله، وكاين الناس اللي كيديروها ولكن يعني كيدوزوا مع عراقيل ومراحل وصعوبات وبزاف د الحاجات. ولكن اهم حاجه هي انك تاكدي على ديك الحاجه اللي باغاها وتوصليها وديريها وما تسمحيش فيها، واخا يكون عندك ظروف صعيبه في ديك الوقت، ولكن حاولي تخدمي عليهم تلقاي الحلول. عام عامين توصلي ديك الحاجه. اهم حاجه انك ما تحيديهاش من راسك وما تستسلميش يعني بديك السهوله، واخا ما صدقش في ديك الساعه صافي صبري، يعني حتى الله كيجيب الحل. المهم انتي اهم حاجه هو في نيتك، تبقى في نيتك وفي نيتك اهم حاجه تبقى في نيتك وديري محاولات باش توصلي. فهمتوا؟ واخا محاولات صغيره، المهم تبقاي تقلبي، يعني ما تسمحيش في داك الشيء. اللي ما عندوش فلوس يجرب يخدم يجمع فلوس، اللي كل واحد على حسب الظروف ديالو شنو كان خاصو باش يوصل داك الهدف. فهمتوا؟ بحالي انا نعاود عليكم على راسي انا كيفاش صافي وجيت. مهم من بعد داكشي كامل جيت لكوريا، صافي قريت جيت على اساس دراسه اللغه الكوريه، حيت هذيك كان اسهل حل بالنسبه ليا. فجيت وقريت وصاف، تلقيت الناس زوينين، صحاب الاجانب، كتلقاي واحد الجو اخر. فهمتي؟ كتبقاي واخا هكاك راه ماشي كتوصلي هنا صافي كتقولي راه الحياه سهله، راه كتوصلي هنا عاود كتلقاي واحد الحاجه اخرى، صعوبات اخرين، والحياه غاديه. راه هي هذيك ضروري تلقاي
راكم عارفين يعني كل واحد وعلى حسب شنو ضروري تلقاي الصعوبات شويه هكا شويه هكا، كل واحد مهم. راكم عارفين باش ما تقولوش راه صافي كتوصلي كوريا راه صافي ساليتي صافي راه وصلتي داكشي اللي كنتي باغا راه ساليتي. المهم هادشي اللي كاين، وخذ هذا واحد من الاهداف اللي كانت باغا، ولكن ما كيعنيش انه راه صافي ساليتي. راه بنادم كيبقى غادي وكل هدف كيديك لهدف اخر، عندك هدف كيديك لهدف اخر، وهادشي اللي كاين. بحال انا كنت باغا نجي كوريا، فباش نجي كوريا كان خاصني ندير الباك، فالهدف الاول كان هو الباك ديالي. ديت الباك صافي الباك باش هذيك الباك هو باش خصني ندفع نجي نقرا، ضروري خص يكون عندك الباك. وهكا يعني مرحله كتديك المرحله، فهمتوا؟ فهادشي اللي كاين. المهم انا ساليت المكياج ديالي اللي خفيف بحال هكا، انا دائما هذا هو المكياج ديالي اليومي، حتى فوندو الطان ما درتش فوندو الطان، وشعري باقي غادي نصايبو دابا ونحيدو هادي صافي البنات. مهم اهم حاجه اهم حاجه يكون عندك هدف ولا الحلم ديالك. واخا يكون عندك حلم، داك الحلم خصو يولي هدف، باش الهدف ديالك كتخدمي عليه شويه شويه باش ديريه. بحال باغا تهزي الباك، شنو كديري؟ الباك كتبقاي توجدي له باش تديه، راه ماشي صافي بغيتي تهزي الباك راه غتديه غير بالهضره وصافي. وهادشي اللي كاين. مهم عرفتوا مع دابا كنهضر على هادشي ديال الاهداف، جاني فكره ندير واحد الفيديو على الا بغيتو على هادشي ديال الاهداف وداكشي. مع دخول السنه انا فاش كيقرب عام السنه الجديده كيعجبني هكا نوجد ونكتب. والكتابه بنات، الكتابه والله حتى زوينه الكتاب. عرفتوا انا قبل ما نجي هنايا ما عرفت واحد الكتاب كان عندي وما عرفت واقيلا خليته في المغرب، كاتبه فيه الاهداف ديما زوينين يتكتبوا سبحان الله، يتكتبوا هكا شنو باغا وشنو باغا ديري، تكتبي داكشي اللي باغا سبحان الله. انا عاد تلقاي عندي دفتر كنت كاتبه فيه نجي كوريا وندير وفي الاخير كتلقاي داكشي بصح وقع مع الوقت. فاش كترجعي تشوفي كتلقاي داكشي وقع. ف حتى الكتابه عندها واحد السر ديالها في هادشي سبحان الله. داكشي راه رباني من عند الله كما كنقولوا، النيه ديالنا وكما كنقولوا والكمال الله. راه الله براسو كيقولك انا عند حسن ظن عبدي بي، يعني داكشي اللي كتظني بينك وبينك هو اللي كيوقع لك. كنتي ديما كتقولي راه ما غندير والو، راه ما غادي ندير والو، راه ما غاديش يصدق لي هادي، راه ما كيصدق لك والو، ما كيوقع لك والو. كنتي ديما كتقولي راه غندير هادي، راه غادي نمشي كوريا، راه غادي نخدم خدمه زوينه، غادي ندير الفلوس، غادي ندير هادي. مع المده داكشي اللي كيوقع لك، داكشي اللي كتخرجي من فمك ديما خصك تردي البال داكشي اللي كيخرج من فمك. المهم هذه واحد الحاجه اللي انا كنت ما كنعرفهمش، ولكن مع التجربه ومع داكشي كنتفرج هكا كيعجبني نتفرج ونسمع داكشي، كنلقى داكشي راه بصح، وعن تجربه راه بصح داكشي كيأثر، عنده علاقه مع داكشي اللي في حياتك. حتى راه بصح داكشي اللي كتخرج من فمك عنده علاقه ونيتك. ديما نوي حاجه زوينه، ديما قولي غادي تصدق لي، ديما قولي انا زوينه، انا هادي، انا راه حياتي غادي تكون زوينه، انا راه داكشي اللي بغيت غادي نوصل له، انا راه غادي ندير هادي. ما تبقايش ديما خرجي من فمك داكشي اللي سلبي، حيت هو اللي كيوقع في حياتك سبحان الله. ما عرفتش داكشي كله رباني من عند الله. والكتابه، حتى الكتابه ستيل ورقه زوين، انا بعدا كيعجبني كل سنه جديده كيعجبني هكا نكتب. هادشي بديتو تقريبا من مورا ما خرجت من الدراسه، انقطعت في ديك الفتره 2017 و18. ديك الفتره فاش بدا عندي شويه هكا داكشي كنشوف كتابه الاهداف وهاد الاشياء هادو كنت مهتمه بهم، فهمتوا؟ هادشي اللي خلاني بديت كندير داكشي، ولقيت عنده الصراحه يعني الصراحه عنده واحد التأثير، يعني كيأثر على حياتك وعلى الاهداف ديالك وداكشي اللي باغا سبحان الله. داكشي كاع داكشي اللي كيهضروا عليه ماشي 100% كلشي اللي كيهضروا عليه، ولكن انا كندوي لكم على هادشي اللي قلت دابا حيت عن تجربه كاين راه بصح. هو النيه ديالك وشنو ديما كتخرجي من فمك، وكتابه الاهداف وداكشي وكتسعي ليهم، ما كتنسيهمش، كتخليهم ديما في راسك، وكتحاولي ما امكن ديري محاولات باش توصلي لداكشي، ما كتسمحيش فيه واخا ما عندكش بزاف ديال الفرص باش انك توصلي داك الهدف، ولكن ما كتنسيش وكتبقاي شويه شويه درجه درجه حتى كتبان لك شي فرصه كتستغليها، وفي ديك المده كامله كيكون داكشي باقي في بالك وما كتنسيش. وواحد الحاجه اللي انا براسي كنثق فيها بزاف هي داكشي اللي قلتها لكم قبل في الفيديو، هو التخيل. انا عندي بعدا مع قصه عشق، ما عرفتش حيت
حيت هاد الشيء اللي كنعيشو دابا مثلا من الفتره اللي وصلت لكوريا لدابا، داكشي بزاف د الحاجات ما نقول لكمش كلشي باش تقولوا صحاب لكم راه داكشي كله كان على حياه زمرده ولا عالم زمرده، حيت راه كدوزي حتى من الصعوبات، ولكن داكشي كامل اللي وصلت له كان زوين. لقيت راسي داكشي كامل كنت كنتخيلو غير مع راسي في راسي، وديك الساعه تاكدت 100% بلي داكشي ديال التخيل مع راسك بصح كيوصلك لشي حاجات كبار. راه داكشي كنستهنوا به وصافي، ولكن الصراحه عنده واحد التاثير كبير مهم. كنتمنى تكون عاودت لكم. الصراحه شوفوا راه هذا اول فيديو ليا كنهضر فيه وصافي، وانا ما عرفش، ما عنديش مع المعوده بزاف، خصوصا انني ما قيدتش شنو نقول لكم وداكشي، يقدر يكون نسيت بزاف د الحاجات، بزاف التفاصيل. فدابا حاولت انني نقول لكم بصفه عامه، ونتمنى واخا يكون تعرفتوا عليا غير شويه، حيت بزاف جاني تعليقات متكرره على الناس اللي كيقولوا لي عارفين على راسك واخا درت فيديو تعريفي على راسي، يعني معلومات هكا عامه. فقلت يمكن هكا ندوي على راسي شويه، خلفيه ديالي كيفاش جيت هنا وكيفاش كنت قبل ما نجي لكوريا عادي. فحاولت انني نوريكم شويه على راسي وهكا وصافي. وهذا الفيديو مهم، غير وريتكم كيفاش جيت، من بعد غادي ندير لكم شي فيديو تفصيلي على كيفاش تجيو بالتفصيل. ما عرفت، مع انه هذا الفيديو كاين بزاف في يوتيوب، ما عرفتش واش نديرو حتى انا، زعما شنو خاصك باش تجي، شنو الاوراق اللي كيطلبوك في الجامعه، وشحال الفلوس اللي خاصك، وفاش تجي هنايا شنو خاصك ديري. فمن بعد غادي ندير لكم هذا الفيديو اللي فيه معلومات بالنسبه للناس اللي باغيين يجيو عن طريق الدراسه، حيت انا غادي ندوي لكم غير على تجربتي انا، الطريقه اللي جيت بها، حيت ما نقدرش ندوي على شي حاجه اللي ما عارفاهاش. فهاد الشيء اللي غادي ندير. وشنو بان لكم نديرو مهم نشوف على حسب هذا الفيديو. الا عجبكم هذا الفيديو لقيتو فيه التفاعل مزيان يعني وعجب الناس، وديك الساعه غادي نعرف هاد النوع الفيديوهات اللي عجبوكم غادي نبقى ندير منهم اكثر، ونقدر ندير لكم واحد يعني في هذا الشهر هذا بما انه السنه الجديده جايه، كيفاش ديروا هكا توجدوا الاهداف وداك الشيء. وحتى انا باغا ندير ديك الفيجن بورد، نوجدها ديك الفيجن بورد ندير فيها التصاور وداك الشيء، الاهداف يعني بنادم شنو باغي يدير. المهم الا بغيتوا بحال هذا الشيء خليو لي التعليق ولا ديروا لي لايك اكثر. المهم غير الا عجبكم ديروا لي لايك الفيديو باش انا نعرف الا عجبكم، باش الا عجبكم ندير داك الفيديو اللي قلت لكم وهاد الانواع اخرى. المهم هادشي اللي كاين، ساليت اللوك بحال هكا، ما عرفت صراحه هذا زوين، كنت شريته من شي كي جاكم. تخيلوا نخرج بهذه، عجبتني الصراحه. المهم نتمنى يكون عجبكم فيديو مهم، قبلوا عليا. ما عرفتش هاد النوع فيديوهات واش غادي يكون فيه تفاعل ولا لا، ولكن قلت نجرب علاش لا. في نفس الوقت راه غير عرفتكم على راسي، حيت بزاف الناس جاني تعاليق متكرره على هاد الشيء باش نعرفكم على راسي، وداكشي علاش درت هاد الفيديو مهم. المهم نتمنى يعجبكم هاد الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.